السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم حبايبي؟ إن شاء الله تكونوا بألف صحة وعافية وأنتوا تشوفوا الفيديو الجديد. نبدأ نصلي على الرسول قبل ما نبدأ الفيديو. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. اليوم جايت لكم بمشتريات كثيرة تقريبا. اشتريتها من محلين وكذا كذا يوم، يعني مو كلها في يوم واحد. كل ما أسمع إنه في عروض وكذا هدايا سنتر أروح أشتري. فإن شاء الله تعجبكم المشتريات وتستفيدوا. إذا لقيتوا حاجة عجبتكم ولا شيء تروحوا تشتري. حبدأ أول شيء من توفير العائلة أبو 5. خربشة الأكياس معليش اشتريت هذه. طبعا في أشياء للمطبخ وفي أشياء للتقديمات وكلها خلاص، يعني أبغى أتجهز قبل رمضان إن شاء الله. الله يبلغنا إن شاء الله أنتوا ونحن بصحة وعافية، لأنه شعبان حيكون عندنا ضغط اختبارات ومراجعة وكذا، فما حكون على آخر شعبان يعني كذا، ما حكون فاضية إني أروح أشتري. فقلت أشتري من دحين أفضل يعني. فاشتريت هذه. تعرفوا عاد كنت بدور، كنت أبغى حاجة ثانية فما لقيت. فهذا أفضل شيء. أنا مشتري للمطبخ أسود وأبيض وخشبي. فهذه عجبتني عشان اشتريت هذه ملاعق. طبعا هذه جودتها أفضل، هذه بالحبة جودتها أفضل من اللي تيجي 4 حبات مع حقتها القاعدة اللي تتحط فيها. هذه جودتها أفضل، وهذيك خلاص حقتي أبغى أرميها أصلا، ما تنفع لأي أحد. فهذه مرة ما شاء الله عجبتني. اشتريت كمان تعليق هذه، ان شاء الله تكون جودتها طيبة زي اللي دائما. المشكلة اللي عندي في المطبخ شو اسمه ستيل ستيل، مرة ماسكة ما تبغى تخرج. فإذا ما خرجت وما قدرت خلاص حخليها، بس هذه كويسة عشان أبيض إذا احتجت للمطبخ لأي مكان أسوي. هذه للمناديل، سواء احتجتها للمطبخ أو احتجتها لأي مكان أحطها فيه. هذه تكملة الملاعق. هذه جبت منها هذه مع هذولاك، يعني 3 غير هذه أحب أقلب فيها أكثر من هذه، فعشان كده جايبة منها 3. جايبة هذه للخلط، الحاجة خلط يعني لبن مثلا، سلطة لبن، فصغيرة أفضل من هذيك الكبيرة حقت الكيك وما كيك. فجبت هذه، كنت أبغى الأصغر، في أصغر منها بس ما لقيت، فقلت خلاص أشتريها. كمان هذه الملعقة أحتاجها في القلي، ما عندي زيها فاشتريتها. العلاقات هذه عندي ناقصة، لأن أنا اشتريت الوحدة فيها 3، أنا اشتريت 2 يعني 6، ولسه أحتاج يعني كل ما أروح أشتري، كل ما أروح توفير العلا أو أي مكان من أبو 5 حاشتري إن شاء الله، لأن عندي نقص مرة كثيرة. إيش هذه؟ أيوة استني، هذه مرة عجبتني كمان، للصابون اللي عند المغسلة، وأحط فيها فيري وأحط فيها الثانية اللي هذه صابون اليد. فمرة عجبتني ليه؟ لأنها أبيض وأسود وخشبي، فعجبتني. اشتريت منها 2. هنا في الكيس هذا في واحدة، أعتقد إلا ب11.75 هللة، ومرة حلوة وجودتها حلوة. هذه الثانية نفس اللون طبعا ونفس كله. خلصت من هذا، شوف الثاني. ايوه اشتريت كاسات اللي عندي ما شاء الله خلاص مخلصة، فاشتريت هذه ال3 ب5.75 هللة، اشتريت 6. فالله اعلم حتكفي لرمضان ان شاء الله، ولا ما حيجي شعبان اخره الا وهي مكسرة، فحشتري مرة ثانية. فاشتريت 2 فصارت 6.
اول كنت اشتري لما اشتري حاجه جديده من الكاسات اشتري 12 حبه، تفضل معايا كثير. بس قلت دحين لا، لي فتره يعني بس اشتري 6، اول ما تخلص نغير. تغيير حلو يعني برضه. كمان خلصنا من توفير العائله. نيجي اللي هدايا سنتر. في اشياء اخذتها من قبل يمكن شهرين لما كان عندهم تخفيضات، ودحين عندهم عروض نهايه السنه. بس في اشياء ما لها عروض. اشياء جديده اللي مره دوبها نازله ما لها عروض. اشتريت هذه 3 حبات كم مكتوبه ب65، بعد العرض اعتقد شيء و30، فمره عجبتني صراحه وحلو السعر. هذه طبعا مستعده بالمقص. ان شاء الله ينزل. هذه الصينيه مره عجبتني. التقديمات ايش رايكم؟ مره عجبتني، ما عندي اسود انا فقلت اشتريها. في عندهم كذا شكل، في دائري، في مستطيل، في اكبر، في اصغر. بس خلاص اعتقد على النهايه. ما شاء الله انا رحت الصباح وقلت ما حيكون في احد، رحت الساعه 10، هو يفتح الساعه 9، فما شاء الله تبارك الله الحريم. اللي في بال غيري في الصباح يكون اهدى واروق. ما شاء الله في ناس كثير جايين. هذه ايوه، هذه برضو من توفير العائله. حقت خلاط حقت الكابتشينو خلصت، اللي هي زي حقت ايكيا، اللي هي حبه يعني براس واحد. هذه بالشحن، لسه ما استعملتها طبعا، فان شاء الله تكون طيبه. وسعرها حلو، اعتقد ب11 ريال اخذتها، فقلت خلاص خليني اخذها. كنت مره محتاجتها، مره اتخرب علي، ما ادري ليش اتخربت. فان شاء الله تكون طيبه. شوف هذا ايش، شوف هذا الشيء، هذا 49. ايش رايكم؟ مره عجبني. تحطي حلا، تحطي معجنات، مره حلو صراحه، وجودته كويسه. كانوا حاجه و90. واخر حبه هذه، ما ادري رجعوها ولا تاني ولا لا. هذه برضها صينيه. طبعا ما هي كده، شايفين كده، تحطي اليد هنا، تحطي اليد الثانيه هنا، يعني سهل التركيب. بس ما حركبها دحين، سهله. وهذا حقتها المسامير تجيكي برضو عجبني. التقديم كاسات العصير لأي حاجة، في برضو صغير، في كبير، في سادة مو زي حقة التلجي. اليوم الجمعة ورايحة بعد ما اوريكم المشتريات رايحة عند اهلي، فقلت نضرب عصفورين بحجر قبل ما اروح اصور احسن، عشان ما يجلس في بالي متى حصور متى كده. هذا اشتريته في الصالون، في الطاولة اللي في الوسط. ما ادري باين لكم ولا لا. كده تحطوها فين كده ما حفتحها خلاص باينة بيضة. انا كنت مشترية من قبل
اشكال زي كده بس ما هي بيضة، ما ادري لونها كده غريب، برضو زيت كده حجري. اشتريتها برضو من هدايا سنتر، ولما جيت البيت لقيتها مرة شوية، احسب انا مليان بس هي مرة شوية، لاني حطيت كمان في الطاولة، هي الطاولة كبيرة واربعة صغار، فلما جيت حطيت في الطاولات الاربعة وجيت حطيت في هذه شوية، صارت الاشياء مرة قليلة. لما رحت ادور عليها قالوا لي خلصت اللي انت هذه الالوان هذه اللي انت تبغيها خلصت، فما عندي الا الابيض، كان في رمادي وكذا، يعني مره فرق بين هذاك وبين ده، فقلت ان شاء الله يزبط الابيض معاه. ايش كمان؟ الصينيه هذه اللي زي مقاسها معدومه عندي، فاخذت هذا المقاس. هذا مدري ايش، خلينا نشوفها. خليها بعدين، فآخر حاجة حوريكم هي هذه، إن شاء الله ما أنسى بس. طاحت الصينية هذه، زي كذا، زي هذه، بس ما أخذت رمادي، أخذت هذا اللون أزرق حق الفرش والصابون، وصابون السائل. أنا أقول لكم الأشياء حقتي مو بس للمطبخ والتقديمات، كمان لأشياء البيت، يعني حلات البيت تبعها المقص. هذا أعتقد كمان حخليه بعدين، ما أدري إيش، خليني أشوف. والله قافلة المكيف أنا، حريت. طبعا انتو أهل الرياض واللي برا يعني حيكون مرة، هذه خليها بعدين، عندكم برد يعني، بس نحن أهل جدة لسه بالمكيفات، وأحيانا نضحك على نفسنا نقول إننا بردانين ونقفل المكيف. إلى الآن ما جانا الجو حلو مرة، يعني متقلب. اشتريت هذه كمان، كان نفسي من زمان أبغاها بس ما لقيت اللي في بالي. وفي بعضها تانية كذا لونها يعني تبان إنها بلاستيك، عرفتوا؟ هذه عجبتني ايوه، بس فيها كده بياض كده، ماني عارفة يعني، اللي يشوف يمكن يحسب انه وسخ، هو مو وسخ، هي كده فيها شوية بياض كده، بس ان شاء الله تكون حلوة. اذا عجبتني حروح اخذ كمان. احيانا الشيء لما تشتريه يعجبك وما يعجبك، عارفين هذا الشعور، لكن لما تيجي تحطيه في المكان اللي انت تبغيه يطلع لك حلو، فان شاء الله تطلع حلوة. هذا خليه مع هذا. هذا برضه مين، هذا مرة عجبني. انا اشوف بعضكم يحطوه كده في المطبخ، هذه ما يكون فيها قاعدة، بس انا عندي قاعدات وما ابغاها للمطبخ، الله يكرمكم. وبحطها في الحمام، بحط فيها يا فواحة يا شمعة، واحط في جنبها مثلا مناشف او شيء صغيرة تطلع حلوة. انا عجبتني عشان فيها قاعدة. وهذه القاعدة كمان كانت ب35، اخذتها ب19.
ابغى احط الصابون حقت المغسله وحقت ان شاء الله تكفي. هذه كم مربع ما ادري حتكفي ولا لا. شوف المقص اعتقد هذه ايوه هذا طقم فناجل قهوة تركي حقتي، ما بقي اللي فيها الا 3. لو واحد جاني مو حلو اني احط 3 واحط شكل تاني، فاخذت هذه 6. ايش رايكم؟ ابيض على بيج على صفار فاتح مرة، عجبتني. اظن ب45. ايوه ارجع لكم وانا جاية اجيب الكيس طاح الستاند والجوال وحالة، لازم الحوادث. اخذت هذا لكل يوم لفناجين القهوة. انا عندي فناجين اصغر من هذه وتعبنا صراحة الصغيرة، لان احنا كيفين قهوة فكل ساعة نصب، فهذه يعني تجلس فترة لين ما تخلص، فاهمين؟ هذيك مرة على طول. فقلت هذه خلاص اجيبها لكل يوم، وعندي حق الضيوف اصلا والله تنفع هذه للضيوف صراحة. خلاص لنا هذه جبتها. فاكرين البهارات لما قلت لكم ابغى اغير؟ اخيرا لقيتها، ان شاء الله يعجبكم. هو زي كذا، هذا شكله، هذا شكله. ايش رايكم؟ كان نفسي تكون كلها زي كذا كبيرة. 3 كبيرة، 3 كبيرة جايبين و2 صغار و4 صغار. كان نفسي كلها تكون كبيرة. انا طبعا ما احب البهارات، خلاص البهارات عندي الدولاب الدرف اللي عند البوتاجاز بالتمام، ما احط ولا حاجة في الرخامة. فابغاها للقهوة، للشاهي، لشاهي اخضر. فهذا الصغير لما نجي احط مثلا ايش يانسون اشياء هذه حقت الفتلة، يدوبك شوفي ما تكفي كثير اني احط فيها، بس مرة حلو صراحة عجبني. ان شاء الله لما نبقى احطه ان شاء الله نكون مع بعض ونحطه، ان شاء الله تجيني الهمة بدري واسويه. ايش رايكم؟ في كان رمادي، في كان اسود اظن ناسية، فانا عجبني هذا عشان ابيض. الخشبي بس صراحة دوبي انتبه انه بني غامق. شوف، لا والله مكتوب هنا محطوط بني غامق، هنا خشبي، يعني تمام. ومنقط بالاسود، يعني جاي تمام ما شاء الله على نفس اللي ابغاه. بس انا عيب المطبخ انه رخامته بيج، لانه اصلا انا مطبخي كان بني غامق، يعني بني محروق اللي يقولوا عليه. درست سنين عليه، بعدين قلت لا ابغى اغيره فسويته ابيض. هي فترة يمكن 5 سنين، اقل من 5 سنين سويته ابيض. فالرخامة ما غيرتها صراحة، يبغى لها مبلغ وقت قلت بعدين. هذه جايبتها، هذيك الكاسات لكل يوم، هذه الكاسات ابغاها للضيوف. ما شاء الله كبيرة، عجبتني نقشتها ومو تقليدية احسها، من تحت كده دائرية ومن فوق مستطيلة، فعجبتني. وسعرها حلو في العشرينات، عجبتني صراحة. ايش بقي؟ كده خلصنا، باقي حاجة واحدة دحين اجيب لكم، هي هذا
تحت 4. ينفع للدورات المياه اللي يحب زي كده يجيبها. هذا ما عليه عرض، بقول له ليه ما عليه عرض؟ ما ادري، قال لي لا هذه ما تيجي فيها عروض. فعجبتني انها ابيض، انا ابغاها للمطبخ احط فيها البصل والاشياء هذه والبطاطس. وهذه زايدة، هذه زايدة، يعني لو تخربت هذه فواصل هذه ترجع تحطي هذه. هذه ميزة، وانا من زمان بدور عليه. انا كنت ابغى حاجة تانية، شكل تاني، مرة هذيك احلى، اسود والهذا خشبي او العكس، مرة كانت حلوة وكنت مستغليتها. قلت لما تيجي عرض يمكن اروح اشتريها. ما شاء الله الحريم ما يخلوا، فقال لي خلاص هذيك خلصت وما رجعوا يجيبوا تاني زيها. باقي لنا هذا الكيس اللي قلت لكم خليه بعدين. هذه اشياء حقت خاصة برمضان. طبعا هذه مبخرة عجبتني مرة، فعادي انا ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة استعملها حتى بعد رمضان. تحطيها كده، تحطي هذه هنا زي كده، وفيها لا زي كده بس. فهذه تنفع لرمضان وغير رمضان. مرة عجبتني لما ينزل البخور من هذه الفتحات يطلع حلو المنظر. ما ادري كيف صوتي، ان شاء الله يكون يعني كويس. احيانا احس انه واطي، ولسه ما اشتريت المايك، ان شاء الله اشتريه. هذه قاعدة احطها على الطاولة زي كده، عجبتني برضه، شكلها جديد وحلو. رمضان كريم، بس انتوا جايات لكم العكس، رمضان كريم. طبعا عندي اشياء حقت رمضان اللي فات، فقلت ايش اشتري بس هذه الاشياء البسيطة. هذه كمان علاقة، مو علاقة قصدي تتعلق، ان شاء الله تطلع حلوة لما تتعلق. ماسكة مرة في الكيسة هذه البلاستيكة. يعني يا انا يا انتي. ما شاء الله رابطينها تمام. هذه كده والله ما عارفه شكلها كيف. هنا ايوه، هنا تعلقيها زي كده كده. برضو فيها رمضان كريم، برضو حاجه جديده يعني ما قد شفتها. شوينة تعوجت بس كويس انها حديدة، فحلو شكلها لما تنحط. هذه كمان عجبتني، رمضان كريم برضو. خلاص ما شاء الله منزلين حق رمضان، والفوانيس اشكال وانواع، بس انا قلت خلاص عندي انا فوانيس كثيرة. هنا الزينة وزيناتي حقت قديمة، بس هذه عجبتني انها ما الحمراء المعتاد اللي دائما احطها. اخذت منها 2، هذه كل واحدة اخذت منها 2، هذا وهذا زي بعض. وبس حبايبي، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معايا وما طولت عليكم.
عشان ان شاء الله ما تملوا، يعني ماني عارفه كم الوقت صار. ف ان شاء الله اشوفكم على خير، وان شاء الله استفدتوا. اللي عجب قولوا لي ايش افضل ايش احلى حاجه شفتوها من المشتريات عندي. واشوفكم ان شاء الله على خير، واستودعكم الله، ومع السلامه، الى اللقاء.